في حياتنا أبواب كتير. في أبواب ممكن تتفتح ويدخل منها الخير، وفي أبواب بيكون لازم تتقفل عشان الريح بيكون شديد، وفي أبواب خير سهلة تتفتح. بس خلي بالك دايماً من الأبواب المتوربة اللي ممكن يكون أذاها أكبر بكتير من نفعها. تعالوا نسمع إيه اللي حصل مع الست إحسان. أنا ميرفت الداودي، وده بودكاست قطوفها دانية. الست إحسان ست كبيرة على قد حالها، من الناس بتاعت زمان اللي قلوبها نقية ما تعرفش حاجة غير الرضا والابتسامة. بتبيع تمر على باب المسجد. كان في شاب بيشوفها كل يوم وهو خارج من الصلاة، وفي يوم قرر إن يشتري منها، مش علشان محتاج التمر، كان عايز بس يساعدها ويكبر بخاطرها. ابتسمت له الست إحسان ودعت له دعوات كتير جميلة. حس وقتها إن قلبه اتملى براحة غريبة عمره ما حس بيها قبل كده،